السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا رب تكونوا بخير والصحة متمتعين. الصيام لازم نحلي بإيه؟ نحلي بالموجود عندينا. الأول نسمي ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل الزلابية، هنعملها بطريقة حلوة وسهلة وخفيفة، وإن شاء الله تعجبكم وتنال إعجابكم يا رب. كده معايا يعني إيه كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقة نشا، وعليهم ذرة ملح وبس كده. وهنشوف باقي برضو في مكونات تانية هنضيفها. هنضيف مع ذرة الملح، وبعد كده معلقتين زيت. وبعد كده برضو في إضافات تاني في العجينة. كنت الأول عملت حطيت مكعب الخميرة البيرة على معلقة سكر، وسبت كده ايه الخميرة والسكر ينشطوا مع بعض لحد ما يختمروا، وبعد كده انزل عليهم بايه على الدقيق. حطيت معلقتين الزيت وهقلب كده كل الخليط مع بعض. وهنجيب الخميرة بتاعتنا اللي أنا كنت مخمراها، هي عادية خالص، يعني مية وسكر، مية من الحنفية وسكر ومكعب الخميرة بس كده. هنعجن العجينة بتاعتنا. وأهم حاجة في العجينة بتاعتنا برضو لو ضفت لها مع يعني ايه علبة زبادي بتكون حلوة وهشة كده. وأكيد الزبادي بتديها طعم، وبتديها ايه يعني ايه يعني طراوة من جوا، ممكن تكون مقرمشة معاك من بره بس طرية وجوسي من جوا. معايا مع يعني ايه. دي انا بحط المية تحت الخميرة اللي هي في الكوباية. وبعد كده معايا ايه لبن مقطع، اللبن المقطع ده بمثابة ايه بمثابة الزبادي. وفي ناس كتيرة اللبن نفسه بتحط له معلقة ايه معلقة خل علشان ايه يتقطع كده وتضيف له. انا كان عندي كده كمية من اللبن مقطع ومخليها وايه وحافظاه في التلاجة، وبعجن بيه المعجنات بتاعتي او اي حاجة فيها عجين. دي بتخليها صراحة ايه بتديها ايه طعم احلى واضافة احلى. كمان لو عندك معلقة لبن بودر او عايزة تعجنيها بلبن اعجنيها. انا كده حطيت المعلقتين دول وهعتمد عليهم. والعجينة بتاعتنا لازم تكون مخدومة كويس يا جماعة، ولازم تكون مطاطة. ليه؟ لان العجينة برضو بتاعتنا لازم تكون متماسكة، ما تكونش خفيفة خالص، علشان برضو الزلابية او العوامة بتاعتنا بتكون بتحتاج خمور، وإنِّك تقطّعيها فبتبقى متماسكة شوية. وبتحبي إنها إيه، تكوني إيه، تخدميها كده كويس. وبعد ما عجناها سِبناها كده إيه تختمر. وبعد ما خمرت زي ما أنتم شايفينها مَلَت البولة بتاعتها، هنفرّغ الهوا كلّه اللي فيها. وبُصّي كده بأقل حاجة معاكِ هتعمليها إزاي. بُصّي أنا لا هاحُط في أكياس ولا هاحُط مثلًا في أي حاجة. أنا كده زي ما أنتم شايفين هاهبّط بس إيه الخمور بتاعها، وهافضّي الهوا كل اللي في العجينة بتاعتي. وبعد كده إيه هامسك كده العجينة زي ما أنتم شايفين بإيدي، شايفة إيدي، وهاجيب شوية كده بساط خالص والمعلقة بتاعتي بمسح الزيت، وأقطع العجينة بتاعتي زي ما أنتم شايفين. وكده أنا حاطة الطاسة على النار فيها زيت متوسط ما كانش إيه لسه سخن، علشان إيه أقطّع كده وبراحتي زي ما انتوا شايفين. يعني انا بص بمنتهى السهوله ومنتهى البساطه. لو اي حد مثلا هيشوف العجينه بتاعتي او التقطيع سهل خالص. بعد كده انت ممكن تتحكمي برضو في الايه في القطعه بتاعت العجينه. انا صراحه كانت القطعه كبيره شويه، لو انت عايزه تصغريها ممكن تصغريها عادي خالص. يعني ايه تتحكمي برضو في العجينه بتاعتك. ادي منظر الزلابيه، وبعد ما حمرناهم نحمرهم ونطلعهم نطلعهم كلهم في بولة أو في طبق. وبعد كده برضو هنكون عاملين سيرب، لو مش عايزة سيرب برضو أو شربات هتكون شوية سكر طحناهم مع الخلاط وهتضيفيهم عليهم كده، وترش عليهم ايه ترش عليهم شوية سكر بودار. أما أنا بقى فكان في عندي شربات، فحمرت الزلابية أو العوامة مرة تاني زي ما انتوا شايفينهم، علشان تبقى ايه مقرمشة كده من بره وطرية، وشاربة ايه وشاربة شربات من جوا. وبسرعة كده علشان كان لازم يكون في يوم عاشوراء، كل سنة وانتم طيبين صيام، يبقى لازم نحل بأبسط حاجة عندنا. عملنا كده العوامة أو الزلابية بأبسط الإمكانيات، حطيناها في شربات كوبايتين دقيق، طلعوا لي الكمية اللي انتوا شايفينها دي.
يعني إيه أظن كده إن الفيديو بتاعي خلص، ويا ريت اللي ما داسش لايك واشترك في القناة وكتب لي كومنت حلو، يا ريت فضلا وليس أمرا الاشتراك والكومنت واللايك للقناة. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت يكون نال إعجابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.